مرحبا يا أولاد، مرحبا يا بنات. اليوم بدي أحكي لكم حكاية الكورونا والدلعونة. أكيد رح تسألوا شو خص الكورونا بالدلعونة؟ تعالوا نسمع الحكاية. الكورونا صغيرة ما بتنشاف، دايرة تضرب بالآلاف، وأنا صغير قاعد بالبيت وقالولي لازم تخاف. الكورونا بتمشي حوالينا، كيف إجت ما حسينا، والماما عمالها تقول لازم نغسل إيدينا. الكورونا خلتني محبوس، ممنوع أسلم أو أبوس، منعوا عن بنت الجيران نلعب عريس وعروس. الكورونا بكل مكان، بطل في عنا أمان، وأنا تعلمت أرسم على الورق وعلى الحيطان. قالوا الكورونا مكروب، دير بالك يا محبوب، ما بشوف ولاد صفي وبحكي معهم على الجروب. عندي فكرة للأصحاب، نخترع مع بعض ألعاب، نلعب سوا الغميضة وبنتخبى من ورا الباب. ممكن نعمل دويرة ونجيب طبلة وزميرة، نعزف ونغني ونرقص ونتصور سوا صورة. أكثر شي أنا حبيت إني أزين البيت وأعمل مع أمي مناقيش عليها زعتر وزيت. وبدل اللعب في الحارة بزرع ورد بقوارة، نتغلب على المشاكل ضحك ولعب وشطارة. الكورونا برا الدار وإحنا جوا كبار صغار، مش رح تقدر تغلبنا لأنه إحنا شطار. يا ويلك يا كورونا، مش رح تنتصري علينا، وكلنا مع بعض نغني وندبك على دلعونا.